أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي سنتناول فيها أبرز مضامين الزيارة الملكية إلى بريطانيا، إضافة إلى اللقاء الذي أجرته صحيفة الحياة اللندنية مع جلالة الملك حول العديد من الملفات التي تركزت على موضوع الإصلاح الداخلي في المملكة، إضافة إلى قضايا المنطقة وبخاصة الوضع في سوريا وعملية السلام. ولهذه الغاية يسرنا أن نستضيف السيد فالح الطويل الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ ماهر أبو طير الكاتب الصحفي في صحيفة الدستور، والأستاذ نبيل غيشان رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم. أهلا ومرحبا بكم. وقبل أن نشرع في الحوار مع ضيوفنا الكرام دعونا نشاهد هذا التقرير. في ظل الظروف الراهنة والدقيقة التي تمر بها المنطقة ومركزية حضور الربيع العربي كمشهد أساسي بات يلف الأحداث فيها ووجهة التحرك والتعامل الدولي مع أوضاعها، اكتسبت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن أهمية خاصة لما تضمنته من لقاءات مع المسؤولين البريطانيين من ساسة وبرلمانيين وشخصيات اقتصادية وإعلامية، والتي حرص فيها جلالة الملك عبد الله الثاني في الإبقاء على الصوت العربي مسموعا وبقوة لدى هذه النخب السياسية التي تلعب دورا مؤثرا في وجهة صنع القرار الدولي في التعامل مع قضايا المنطقة وأوضاعها الراهنة، وتؤثر في أمنها واستقرارها وتطلعات شعوبها. وبتوصيف واقعي ودقيق يعي حقائق أحداث المنطقة ويدرك أبعادها، يؤكد جلالته أن فرص السلام التي باتت تتضاءل في المنطقة التي تشهد تغيرات جوهرية تحتم على المجتمع الدولي التفكير بمسؤولية لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لأمن واستقرار المنطقة التي تعاني من ظروف سياسية وأوضاع صعبة تتطلب أيضا تنسيقا إقليميا ودوليا فاعلا لإبداع الحلول الاستراتيجية للقضايا التي تؤثر مباشرة في استقرارها وأمن شعوبها كالتعاون الاقتصادي والاستثماري أو في مجال الطاقة والمياه وتوفير فرص العمل. الأردن لا يمكن تجاهلها في المعادلة الإقليمية أو الدولية بسبب أن الدور الذي يقوم به الأردن أنا في نظري الشخصي كمراقب للمنطقة وكمراقب للزيارات المختلفة من قبل القادة العرب أجد أن الأردن هو بلد له تقديره واحترامه بسبب العقلانية والبراغماتية التي يتمتع بها القيادة الأردنية. أنا أعتبرها قيادة فذة قادت البلد إلى شاطئ الأمان خلال فترة عصيبة جدا. وبنفس الأهمية أخذت التطورات المتسارعة على الساحة السورية حيزا مهما في لقاءات جلالته، حينما أعرب عن قلقه من انعكاسات تطورات الأوضاع في سوريا على جميع دول المنطقة، وأكد على الدعم الأردني لجهود المبعوث الأممي العربي كوفي أنان لإيجاد مخرج سياسي للأوضاع المتفاقمة في سوريا ووضع حد للعنف وإراقة الدماء، لا سيما وأن الأردن رغم شح موارده يستضيف نحو 120 ألف لاجئ سوري حتى الآن، وهو دور إنساني أسهم في التخفيف من معاناة اللاجئين. Political reform is something that the people are asking for, and as a result of the Arab. العلاقات بيننا ممتازة ويسودها روح التعاون والتفاهم. وزير التنمية البريطاني كان في الأردن الأسبوع الماضي، حيث اطلع على الدور الأردني الإنساني المتمثل في استضافة اللاجئين السوريين، ونحن نثمن عاليا هذا الدور الذي أسهم في التخفيف من معاناتهم. الحالة الأردنية كنموذج إصلاحي متفرد في المنطقة التي تشهد تغيرات جوهرية وعميقة كان لها نصيبها في الحضور على جدول لقاءات جلالته أيضا، باعتبار أن الأردن يقود عملية إصلاح رائدة ومؤسسية في ضوء تحولات سياسية تشهدها المنطقة العربية تمخضت عن تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة السياسية، من أبرزها إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإقرار قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية وقانون الانتخاب الذي يجري العمل لإنجازه من قبل مجلس النواب، وعلى أساسه ستكون الانتخابات النيابية قبل نهاية العام. بشار الخرشة، التلفزيون الأردني، لندن. مشاهدينا الكرام، جلالة الملك أكد في المقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية أن الإصلاح في الأردن نهج وأسلوب حياة وليس محكوما بسقف وحدود،
ويستند إلى التحول بشكل ذاتي تدريجي وعن إيمان وقناعة وثقة وصولا إلى منظومة سياسية ممثلة لإرادة الشعب وطموحه، توازن بين سرعة تحقيق الإصلاح والمحافظة على الاستقرار وتجنب القفز نحو المجهول. أكد جلالة الملك أنه مع الشعب في قارب واحد من حيث القناعة والإيمان بأن الإصلاح الشامل هو غايتنا التي لن نحيد عنها وسنحقق أهدافها بإذن الله. وشدد جلالته على أن مرحلة النضج السياسي التي وصل إليه الأردن حتى الآن لدى مختلف فئات ومكونات المجتمع تتطلب إجراء انتخابات مبكرة وفق أعلى مستويات النزاهة تقود عمليا إلى حكومات برلمانية تعبر عن إرادة الشعب وقادرة على اتخاذ قرارات تستجيب للتحديات الاستراتيجية التي تواجهنا. وقال جلالته إنه ومنذ انطلاق الربيع العربي كانت لي مواقف عدة معروفة وعلنية، وما كنت أعنيه في شكل أكثر تحديدا هو أثر الربيع العربي الإيجابي في تسريع وتيرة الإصلاح بأبعاده المختلفة في الأردن، إضافة إلى وجود مناخ عام في محيطنا والمنطقة شكل حافزا للتطوير والتحديث. ورفض جلالة الملك وجود حدود مسبقة للإصلاح، وقال جلالته إن ربيعنا الأردني سيبقى مزدهر إن شاء الله، وهذا يعني أن هناك ثابتا واحدا لعملية الإصلاح في الأردن هو المحافظة على النموذج الأردني في المنطقة كقصة نجاح في التحول الديمقراطي والحقيقي. وأكد جلالة الملك أن الإخوان المسلمين هم أحد مكونات المجتمع الأردني الذي نعتز به، وحزبهم السياسي حزب جبهة العمل هو جزء من الطيف السياسي، وحضورهم في الحياة السياسية مؤشر على التنوع الذي طالما حرصنا على إثرائه. وموقفهم من العملية السياسية الإصلاحية في الأردن بات أخيرا محكوما باعتبارات ذاتية ومدخلات إقليمية وهذا الواقع السياسي في المنطقة. وقال جلالته إنه من الضروري أن نتذكر أن الحضور السياسي الذي يتمتع به الإخوان في الأردن هو حصيلة نهج التسامح والانفتاح والتعددية الذي تبناه الأردن تاريخيا، ما أتاح لهم خوض ميادين العمل العام منذ عقود طويلة من دون انقطاع، وهذه خصوصية أردنية نعتز بها. كما أكد جلالة الملك أن الأردن دولة راسخة الجذور وطنا وشعبا، ومؤسساتنا الوطنية نموذجا يحتذى في القوة والتماسك، ووعي شعبنا الأردني هو السياج الذي يحمي الوطن ومقدراته. وأضاف جلالته أن ثقته كما هو حال كل الأردنيين بالجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحمايته بجاهزية عالية واقتدار لا تتزعزع. وحول ما يجري في سوريا قال جلالته للأسف رأينا الوضع في سوريا يتجه نحو الأسوأ منذ ذلك الحين، ونحو المزيد من استخدام العنف وسفك الدماء وسقوط الآلاف من الضحايا من أبناء وبنات الشعب السوري الشقيق، مؤكدا جلالته أن ما يحدث في سوريا من تطورات متلاحقة ومتسارعة يقلقه، لا سيما أنه يؤثر في أمن واستقرار المنطقة. وأكد جلالة الملك أن الحل الذي يؤيده للأزمة السورية هو حل سياسي سلمي ينهي النزاع والعنف ويحقن دماء الأشقاء السوريين ويحافظ على وحدة التراب والشعب السوري الشقيق، حل يتضمن عملية سياسية تستجيب لطموحات الشعب السوري بالإصلاح. ولمتابعة مضامين خطاب جلالة الملك وحديثه مع صحيفة الحياة اللندنية نعود لضيوفنا في الاستوديو، ضيوفنا الكرام، ونبدأ من عند الأستاذ فالح الطويل. أستاذ فالح، كما ذكر التقرير شكل الإصلاح نهج حياة وأسلوب في ضمير ووجدان جلالة الملك بشكل عام. كيف تنظرون أنتم إلى رؤى جلالته في هذا الخصوص فيما يرتبط بالإصلاح على اعتبار أنه نهج حياة؟ أنا أعتقد أنه بالفعل هو نهج حياة، هو أسلوب حياة على الأقل اتبع منذ 10 سنوات سارعت في أحداث الربيع العربي. لكن أحداث الربيع العربي أيضا
شكلت عقبة في سبيل الإصلاح، بالإضافة للعقبات الداخلية. مثلا في الأردن هناك كما يبدو مجموعات من الناس ترى بأن نهج الإصلاح لا يفيدها، ولذلك عارضته بطريقة، حاولت إحباطه بطرق مختلفة جدا. هذا دعا، يعني نحن لدينا الآن المثل، دعا أن تتغير 3 وزارات في أقل من 3 سنوات، لأنه لم تكن الأولويات متفقا عليها. الأولويات كانت غائمة متداخلة. هذه واحدة من الإحباطات التي واجهتها عملية الإصلاح. بالمقابل يعني تحركات الربيع العربي داخل في المنطقة وفي الأردن بشكل خاص سارعت من هذا النهج، وجعلت الناس أقرب إلى تفهم ما يمكن أن يحصل، والأردن قام بذلك. طبعا معروف الإصلاح الشامل، وليس الإصلاح السياسي فقط، الإصلاح الشامل بمعنى الإصلاح السياسي، القوانين الناظمة للعمل السياسي 6 أو 7 قوانين بما فيها آخرها الذي جرى اليوم من قانون الانتخاب، وقبل مد قانون الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات. هذا الإصلاح السياسي لم يكن يؤثر على الناس تأثيرا مباشرا. الأزمة الاقتصادية التي مر بها الأردن، ما نعانيه من حاجتنا للطاقة، مثلا الكهرباء، الغذاء، تدفق اللاجئين السوريين، 120 ألف هؤلاء يشكلون حملا على الأردن، حملا كبيرا على المياه، على الكهرباء، على الحالة السياسية في الأردن، بالإضافة للعقبات أو لما تخلقه من توتر في المنطقة. كل هذه كانت تشد باتجاهات معاكسة للإصلاح، لكن هذا لم يغير على الإطلاق موقف الأردن من أن الإصلاح يجب أن يكتسب زخم ذاتي يتحرك إلى الأمام بوحي الحاجات التي تنشأ بين الوقت والآخر، بحيث تستمر الحركة إلى ما لا نهاية. وأنت تعلم بأنه هناك مطالب على الإصلاح، مطالب سريعة جدا، شعارات ترفع، شعارات عائمة ليست مرفقة ببرامج. هذه الشعارات تريد من الإصلاح أن يحدث بين يوم وليلة، لا يعرفون، وهذا بالتالي صعب، وهذا صعب، لا يعرفون منطق تحرك الدول، ولذلك وهذا شكل عبئا أيضا اقتصاديا على الدولة. وأنت تعرف الاعتصامات، أكثر من عدة آلاف من الاعتصامات خلال السنتين أو 3 سنوات الأخيرة، وهذا قلل من أولا من الحراك الاقتصادي بالداخل، من السياحة القادمة للأردن، أبعد بعض المستثمرين. الأردن يقوم الآن بالحرب على عدد كبير من الجهات من أجل إعطاء أو إفساح المجال لعملية الإصلاح أن تستمر وأن تأخذ مداها. نعم، علما بأن جلالة الملك قد تحدث في أكثر من صعيد وأكثر من مرة بأن الربيع العربي قد عشناه نحن هنا في الأردن قبل يعني انتشاره في العالم العربي. أستاذ ماهر أبو طير، ما تم إنجازه لغاية الآن كان حاضر